هنعمل مع بعض النهاردة وصفات سهلة ولذيذة للفطار والعشاء وينفع كمان للسحور ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. معانا بطاطس نقطعها حتت صغيرة مكعبات كده رفيعة قوي عشان هنسويها على الهادي، ومعانا فص ثوم، شوية زيت. نحط فص الثوم بتاعنا كده لحد ما يتشوح شوية. طبعا بنبقى محتارين كل يوم هنفطر ايه، لا في العشاء هنعمل عشاء ايه، فممكن نعمل طبق واحد بس كافي ان هو كلنا ناكل منه. هننزل البطاطس بتاعتنا. طبعا في رمضان بنبقى كلنا مش كل يوم فول وبيض وجبنة، مش كل يوم كده، فتغيير ممكن نغير يعني، ممكن هو طبق واحد، وطبعا بقى كلنا مش قادرين نسحر، بيبقى حاجات خفيفة كده. نحط شوية كمون، شوية ملح، شوية فلفل أسمر، ونقلب البطاطس بتاعتنا ونسيبها على نار هادية. لو انتي مستعجلة عليها يعني مش عايزة تاخد وقت معاكي، ممكن تحطي نص كوباية مية وتولعي عليها نار عالية شوية لحد ما تشرب الماء وتهدي عليها. لو انت مش مستعجلة عليها سيبيها على نار هادية كده لحد ما تستوي مع بعضها، لانها بتبقى طعمها حلو قوي لما بتستوي مع نفسها كده بصراحة. نغطي عليها ونسيبها بقى لحد ما تستوي كده خالص زي ما انتوا شايفين كده. نقلبها كم مرة كده. انا مش ههرسها جامد، انا هسيب فيها بطاطس لسه تحس ان هي ايه ماسكة نفسها شوية. وتعالى ندور على الفص التوم فين عشان نهرسه كده. معانا هنا 3 بيضات، طبعا البيض اللي انت عايزاه يعني، بيضتين بيضة زي ما تحبي. حط على شوية ملح، شوية فلفل اسمر. نقلب كويس جدا كده لحد ما يدوبوا معانا. البطاطس بتاعتنا بقى كده نقلبها كمان تقليبة، وندور على الفص الثوم اهوت تستوي خالص خالص خالص. نهرسه جامد كده. بس خلاص كده نقلب بقى كويس البطاطس بتاعتنا بالتومة. نظبطها كده، مش ضروري نهرس قوي، كل ما كانت فيها لسه قطع بطاطس كل ما كان طعمها احلى يعني. بس نحاول نعمل فراغات شوية عشان البيض يوصل لتحت. خد البيض بتاعنا كده زي الشاطرين، نحط على وش البطاطس. انا عايزه اقول لكم ان هي بيبقى طعمها تحفه تحفه تحفه، كمان البطاطس بالثوم والكمون بتبقى في دنيا تانية خالص بصراحه، طعمها تحفه. نغطي عليها لحد ما البيض يستوي. استوى البيض معانا خلاص، واحنا مهديين النار عشان ما يتحرقش. معانا شويه جبنه موتزاريلا، طبعا حابه تضيفيهم ضيفيهم، مش حابه خلاص لحد هنا ممكن تحطها تحت شويه دقيقتين اتنين وناكل عادي يعني. بس بنحب ايه نزودها شويه. جبنة كده لأنها لما بتمط مع البطاطس بيبقى طعمها حكاية. بس مش هتاخد وقت طويل عشان الحاجات سخنة. بس خلاص معانا كده ساحت خالص. هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها، لأن البطاطس لما بتستوي مع نفسها كده مع فص ثوم بيبقى طعمها روعة روعة روعة. لو أول مرة تتابعوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كل سهل. تعالوا شوفوا بقى وهي بتمط كده مع الجبنة، مع العيش بتاعنا بقى الجميل ده. تاكلي بس كده طعمها تحفة تحفة. يلا بقى الطبق التاني برضو اللي يعني ايه كلنا بنبقى محتارين منه، اللي هو طبق الفول. طبعا هنعمل طبق الفول كده بطريقة تانية ومختلفة. نعمله ببصل وطماطم ونظبطه كده، نحط شوية زيت ونقطع بصلاية مكعبات ونشوحها في الزيت. ودي طماطماية، طماطمتين ومقشرهم. انا بحب اعمل الطماطم لو في الاكل بحب اقشرها بصراحة يعني. ننزل بقى كده ايه نشوح الطماطم مع البصل لحد ما يتبلوا مع بعض كده. نحط بقى معانا ملح، شوية ملح، ونحط شوية كمون، شوية فلفل أسمر.
وكمان شوية كزبرة صغيرين كده بيدّوا طعم حلو أوي للفول. ونقلّب بقى كل البصل والبهارات والحاجات دي مع بعضها كده لحد ما نحس إن هي بدأت تتسبِّك. أنتِ هتعملي طبق فول يعني مش هتنسي طعمه أبدًا، طعمه تحفة، طعمه جميل أوي، أوي، لإن الفول مع البصل بيبقى طعمه روعة. وبقى إيه، مختلف عن اللي بنعمله في الطبيعي يعني، فإحنا ممكن نعمل كده وممكن لأ، يعني ممكن نضربه بالهاند بلندر وممكن لأ، يعني لو أنتِ حابة يبقى فيه البصل متقطع والطماطم ممكن، مش حابة ممكن تعمليه زي ما أنا عملته بالهاند بلندر يعني. كده تحسي إن هي صلصة بس مش باين فيها أي حاجة. طبعًا ده الفول أنا عاملاه وعايناه في الفريزر وباطلّعه، هابقى نعمله مع بعض مرّة كده قبل رمضان إن شاء الله سوا يعني. طريقته سهلة جدًا وأحلى من بتاع برّه شوية صغنّنين قد كده ب10 جنيه. نقلّب مع بعض كده لحد ما يتسبِّك معانا وتحسّي إن هو تقِل، ودوقيه بقى طعمه وضبّطيه مع طماطم بقى شوية طماطم كده. الفول بيحب الطماطم خلاص فَك خالص. طعمه رهيب، أنا باحبه جدًا، جدًا الفول بالبصل والطماطم، يعني حاجة كده لذيذة أوي. يعني هو والفول بالطحينة، بس أنا باحبه كده أكتر. تعالوا ندوقه مع بعض، بسم الله. آآ ريحته أصلًا تحفة، وبالذات في السحور بقى ده يعني إيه، طبق كامل متكامل، مش محتاجين جنبه أي حاجة غير شوية سلطة. حلو أوي، أوي، لازم تجربوه بالطريقة دي، تقولوا إيه رأيكم فيه. مع شوية طماطم بقى يا سلام وكوباية شاي. يالّا بقى اللي بعده، ده طبق إيه، اللي بتدلّع نفسك بيه. ده يعني الطبق ده تعمليه تدلّعي نفسِك بس بيه كده يعني. هنجيب معانا إيه، بيضة ونعمل إيه، نحط شوية زيت. ومعانا هنا لانشون أو بسطرمة، يعني لو عندِك بسطرمة ماشي، عندِك لانشون ماشي، يعني أنا واللانشون حبايب، أنا والبسطرمة مش قد كده يعني، مش عارفة ليه، ما واحدة بيضة واحدة. إحنا إيه هنعمل، ده ممكن ناكله في الفطار أو ناكله في العشا عادي، أنا عادي ممكن آكله في العشا. ده الحاجة الوحيدة كده اللي باحس إن أنا عايزة آكله على طول بصراحة. لذيذ أوي، طعمه حلو أوي، مختلف كده يعني. حتى لو عملتيه بيض بالبسطرمة طعمه لذيذ جدًا، بس أنا يعني إيه، مش باحب البسطرمة أوي، فممكن أستخدم اللانشون بدل البسطرمة وخلّينا اقتصاديين ومش مشكلة بسطرمة دلوقتي. ننزل كده باللانشون. إحنا بندوّر على أي وصفات اقتصادية مختلفة، يعني تحسّسِك إن أنتِ بتاكلي حاجة مختلفة، في نفس الوقت يعني إيه، كويسة يعني موجودة عندنا كلّنا في البيت. هنجيب بقى إيه، نعمل معانا كده شوية قهوة على لبن، أو ممكن نشرب معاه شاي عادي، بس أنا باحس إن هو إيه، ده عايز شاي، عايز قهوة على اللبن مش شاي. الفول عايز شاي، ده عايز قهوة على لبن. نعمل معانا كده شوية قهوة على لبن عمّا البيض بتاعنا يستوي. يعني أنا عندي استعداد آكل ساندوتش من ده في أي وقت عادي، يعني ممكن آكله الصبح، آكله بالليل، ممكن ما آكلش إلا هو عادي يعني. بصراحة طعمه لذيذ جدًا. لمّا كمان نحط رغيف العيش بتاعنا، أي رغيف عيش عندِك بلدي، أبيض، أي حاجة يعني، ونقلبه كده بقى طبعًا مع الزيت اللي في المقلاية بيتحمّر شوية. لو حابة تضيفي له شوية جبنة موتزاريلا ضيفي، بس أنا إيه، نكتفي بهذا القدر، كفاية جبنة. وكمان الزيت اللي يبقى نازل في المقلاية، فمع الزيت بتاع الموتزاريلا بقى كتير أوي، فإحنا إيه، مش هنحط حاجة تاني كفاية. هو أصلًا تاكليه هتشبعي لوحدِك منه يعني. ياخد لون من تحت كده، يبدأ ياخد لون، نقوم قافلينه بقى. ممكن تضيفي كمان جبنة شرايح لو موجودة، بس إيه، هو كده تمام. هو التحميرة اللي بياخدها في المقلية دي بتدّي له طعم حلو أوي ولذيذ. هتجربوه مش هتبطلوا تعملوه بصراحة.
يعني بيبقى طعمه لذيذ جدًا، جدًا، جدًا. يالّا نجيب طبق معانا بقى كده. وكمان الولاد بيحبوه جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا بصراحة، يعني إيه عندهم استعداد بس يعملوا ساندوتشات من دي، بس يعني إيه اللي عنده طولة بال يفضل يعمل بقى ساندوتشات، ساندوتش مش ساندوتش واحد. نحط بقى شوية قهوة كده ولبن، وده الساندوتش اللي تدلّعي نفسِك بيه بجد، يعني إيه مع شوية بطاطس لو عايزة أو شوية فلفل أو أي حاجة كده يعني، يالّا كده ندوقه بسم الله. واو على الجمال والطعامة واللذاذة، لأ لازم تجربوه بجد طعمه تحفة، تحفة، تحفة ما تقدريش تسيبيه. جربوا الوصفات بتاعتنا، وصفات اقتصادية وسهلة للفطار والعشا، وكمان للسحور لو حابين، واشوفكم تاني إن شاء الله في مطبخ صحي.